يعني انت عايز الاداره تغير فكرها، وعايز اللعيبه تغير فكرها، وعايز الجهاز الفني يغير فكرها، واحنا كجمهور لا ما نغيرش. انا يا باشا الحلو كده. طب ازاي؟ يعني اعقلها كده ازاي؟ بص انا عارف الفيديو دوت في ناس كتير هتزعل منه، وخصوصا ناس كتير طبعا زملكاويه، لان انا جايب سكرينات وجايب حاجات هحطها، لان الموضوع خلاص بقى الواحد فعلا الموضوع زاد عن حده. الموضوع يعني امتى هنتغير؟ امتى هفوق من حته العاطفه ولعيب يلعب لي ماتش مع فريق تعبان اطلع انفخ واطبل، وده الجامد وده العالمي وده المعرفش ايه وده بدل ايه وده احسن من مين؟ لحد امتى؟ يعني ما بنتعلمش؟ وعايز كل حاجه تتغير وانت لا. طب ازاي؟ ما هو ادام انت اصلا كجمهور اساس اللعبه، اساس كل حاجه. انت الزمالك من غير الجمهور ده كان هيبقى فين؟ قول لي كان هيبقى فين؟ مش هيبقى موجود، مش هيبقى موجود. فانت كجمهور انت العامل اللي تقدر تمشي المنظومه دي بمزاجك. فانت اللي في ايدك تمشيها صح. اللي انا ما اقعدش اطبل. امبارح كسبنا 6، اصلا المفروض كنت تكسب 9 10. طالع فرحانين، الناس كلها فرحانه بالسته يا ابني ده فريق تعبان، وعمالين ينفخوا في اللعيبه وينفخوا في الجهاز الفني وينفخوا في معرفش في مين. يا جدعان ده فريق تعبان، فريق اسمه ديكي ها. عرفت تكمله ضحك، يعني تكمله الاسم ضحك. فتخيل لما الاسم يبقى ضحك يبقى المضمون بتاع الفريق عامل ازاي. يعني الموضوع يعني لازم تقولوا لي في الكومنتات. يعني انا عايز اعرف الناس انتوا شايفينها ازاي. يعني قبل ما اجيب السكرينات والكلام ده عايز اعرف انتوا شايفين الموضوع ده ازاي. اللي انا ناس امبارح على في الفيديو يا عم قول الحمد لله، يا عم قول ما اعرفش ايه، يعني ايه ده؟ ما هو طول ما انت طموحك ده عمرك ما هتشوف حاجه، عمرك ما هتشوف حاجه عدله. هتيجي قصاد الاهلي تعمل كده، هتيجي مش هتعرف تاخد الدوري، هتيجي في الكونفدراليه تقع، السوبر اللي قربنا عليه تقع. ما انت عمال تنفخ في ماتش تعبان مولع، ماتش فريق ما راحش على جونك، وانت عمال تنفخ واخوان ما اعرفش مين. طب هو اخوان ده كان فين في ماتش الاهلي؟ هتقول لي اتضرب اتعمل، يبقى ما عملش حاجه، يبقى هو ما عرفش. فخلاص لسه يجيب لي دوري. لعيب كويس طبعا، مش هقول لك اللي هو لا هو لعيب كويس، وبس انت دلوقتي ما جابليش حاجه لسه. تعالى بقى ايه افرجك على السكرينات واحده كده ورا الثانيه، واحكم انت بقى. طبعا لو جيت لحد هنا اعمل سبسكرايب ولايك وقول لي رايك في الكومنتات، وما تنساش تعمل شير. تعالى بقى ايه سكرينه كده مع بعضينا ونشوف الدنيا. السكرينه الاولى، دائما هقول ان اخوان الفينا افضل صفقه للزمالك في 15 سنه الاخيره. يا ريت كل اللعيبه تلعب الكوره لاخوان الفينا. يعني ايه بجد؟ يعني عمل ايه؟ يعني كل ده عشان ماتش دي كده يعني انهي عقل في الدنيا بيقول كده؟ طب كان فين ماتش الاهلي؟ ما هو ده يا جدعان الماتش الكبير اللي انا لعبته، كان هو فين؟ السكرينه الثانيه دي بقى لبارون، ده بقى العجيب منه، ده الغريب منه فعلا. واحد لعب ربع ساعه. اسمع بقى، الواد ده اتقال عليه كلام كتير من قبل ما يلعب اصلا، انه تعبان وبطيء ولازم يمشي، وكميه اشاعات خلت اغلبيه الجمهور يتشائم منه قبل ما ينزل ارض الملعب. الواد بارون لما نزل اجبرني فعلا ان اقول لك اني بتاسف لك على الملأ. من اول لمسه ليك واول مباراه رديت من غير كلام انك لاعب كبير فعلا وسريع ومهاري. اللعيب الكبير بيبان من اول لمسه ليه في اللعب في الملعب. الزمالك كسب النهارده باك يمين تقيل. ايه بجد؟ يعني هو لعب ربع ساعه، انت كاتب فيه شعر على ربع ساعه وما عملش حاجه. يعني انا عادي، لعيب عادي جدا، ما شفتش اي اضافه مثلا، شفتش اي حاجه من اللي انت بتقولها، لا شفت مهاري ولا شفت سريع. وبلاعب برضو دي كده. يعني حتى ما حكمتش عليه في ماتش عدل، ماتش في الدوري. يعني اي فريق في الدوري يبقى اقوى من الماتش اللي احنا لعبناه امبارح ده. نيجي بقى للسكرينه الثالثه. يا ريت ما ننساش احمد حمدي. ده بقى احمد حمدي فاهم، في وسط الفرحه صنع هدفين.
هو انا مش فاكر غير واحد ده مبدئيا، يعني انا مش فاكر غير بتاع خوان اللب، مش فاكر بصراحه عمل حاجه. التاني فتوح، هو تقريبا واحد، مش عارف بقى هدفين دي كانت منين. وتاني اعلى تقييم في الماتش وعمل اداء خرافي. انا ما شفتش اداء، انا شفت الكره اللي ضيعها في اخر الماتش. انا شفت اللي هو في ماتش زي دوت ما ظهرش بالمظهر الواو اللي احمد حمدي يعني في ماتش زي ده المفروض العب واطلع وسيروهات وشوط والدنيا تحلو معايا وبصنع بدل الجون 2 و3 واجيب جون. هو ده ماتش اصلا بتاع اللعيبه اللي هي بتاعت الشراب زي ما بيقولوا. الرابعه، السكينر الرابعه دي بقى عم محمد السيد، ده برضه حد غريب مريب والله العظيم. بصراحه اول ما شارك محمد السيد لاعب كواليتي مختلف كانه اول مره اشوفه. انا النهارده لسه صاحي الصبح، انا زملكاوي النهارده، عن وسط ملعب الزمالك. اتمنى يتم التجديد مع اللاعب لانه هيبقى لاعب كبير في المستقبل وعنده كوره كويسه. يعني عشان كده يجي هو يقول لك ايه انا عايز 30 مليون، انا مش عايز اجدد، ده انا ما اعرف، ده انتوا هتموتوا على، وهو لعيب عادي ولا شفته امبارح ولا شفته مع منتخب مصر ولا ظاهر في اي حاجه. بس احنا لازم ننفخ، لازم نعبيه نملاه عشان علينا. يعني حتى هو مش بيتنفخ على الناس، ده هو بيجي يتنفخ في الاخر علينا. فامتى بقى نتعلم الدرس؟ يعني امتى بقى فوق؟ طبعا مع احترامنا للناس كلها اللي انا رفعت سكريناتها دي، يعني مش قاصد اجرح، بس قاصد اللي انا يعني الفت انتباهي. يعني لازم نبطل يا جدعان، انت ما عملتش حاجه، انا لسه ما شفتش منك حاجه، لا جبتني بطوله ولا صعدت افريقيا ولا عملت اي حاجه. انت ما كسبتش 3 ماتش على بعض ورا بعض كده، ما كسبته، ما حصلتش. فبزيط الزيطه دي في ماتش تعبان، يعني حتى مش ماتش حلو، مش ماتش تقيل، ده ماتش تعبان. احنا لو انا جمعت اصحابي ورحنا لعبناهم هنكسبهم 6 و7، ده مفيش كوره. فنهدي الزيطه يا جدعان شويه، نهدي الريتم شويه لحد ما يعملوا حاجه. انا دي يعني يا رب الناس تبقى فهمت. لو اول مره تشوفنا، ما تنساش تعمل لي فولو وسبسكرايب، واحلى مسا عليكم، وقول لي رايك في الكومنتات. سلام عليكم.